ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا حكاية عن أسطورة بمعنى الكلمة، نجم من نجوم الكرة المصرية، محمد عبد الشافي، أو زي ما جمهور الزمالك بتحب تسميه شيفو، أيقونة الزمالك. شيفو مش بس لاعب كرة قدم، ده قدوة في الأخلاق والالتزام، وده اللي هنتكلم عنه في الحلقة دي، عن إنجازاته ومسيرته الكروية. لو تحب تسمع قصص كرة مختلفة اطمن انت جيت في المكان الصح. يلا بينا نبدأ ونصلي على النبي الأول ويلا بينا. شيفو اتولد يوم 1 يوليو 1985 في حي المرج بالقاهرة، ومن وهو صغير كانت الكورة كل حياته، وقربه من ربنا فتح له أبواب لا تعد ولا تحصى. لاعب هادي ملتزم، وبالمناسبة كان من ناشئي الزمالك. أول محطة ليه كانت في نادي إنبي، بس ما خدش فرصته الكاملة فقرر يروح غزل المحلة، وهناك كانت الانطلاقة الحقيقية لعبد الشافي. بدأ يلمع بسرعة، الناس كلها بقت تتكلم عن الظهير الأيسر اللي بيقدم كل ما عنده في المباريات، يجري من أول دقيقة لآخر ثانية في المباراة، وشيفو عنده فكر كروي عالي جدا. بعد التألق ده شيفو بقى الخيار الأول للزمالك. الزمالك في 2009 كان محتاج ظهير أيسر ثابت، والمدير الفني وقتها كان حسام حسن. قرر يجيب عبد الشافي، ومن أول ماتش الجمهور حبته. لاعب مؤدب مركز، بيلعب برجولة وبيسيب انطباع محترم جوه وبره الملعب، واكيد كلنا شفنا المواقف وشفنا التزامه بره الملعب، شفنا التزامه داخل الملعب. وبعد تألق شيفو مع الزمالك بدأ يدخل حسابات حسن شحاتة، وانضم لمنتخب مصر، بل وشارك مع منتخب الوطني في بطولة أفريقيا 2010، وسجل هدف ولا أروع في مرمى الجزائر بعد نزوله بديل. وساهم شيفو في التتوج بالبطولة تحت قيادة الكابتن حسن شحاتة. عبد الشافي بعد ما قضى 5 مواسم مع الزمالك من 2009 ل 2014 شارك فيهم في 101 مباراة، سجل فيهم 8 أهداف، وقدر معاهم يحصل على كأس مصر موسم 2013، وأيضا كأس مصر 2014، والدوري موسم 2014. وبعدها بسبب تألقه مع الزمالك جاله عرض كبير من أهل السعودي في 2014، كان مقدر حوالي 2 مليون دولار تقريبا، وده كان رقم كبير جدا لمدة 3 سنوات فقط. بدأ فصل جديد من حكاية في الدوري السعودي. شيفو قدر يقدم مستوى ولا أروع مع الأهلي السعودي، وقدر يحقق معاهم الدوري السعودي 2015، وكأس الملك، وكأس ولي العهد، وكأس السوبر السعودي. في يناير 2018 اتعار لنادي الفتح، كمل موسم بالتمام والكمال، وبعدها يرجع تاني للنادي الأهلي. وفي نهاية مسيرته مع النادي الأهلي عملوا له احتفال ولا أروع لنهاية مسيرته، وبكى فيها عبد الشافي. كانت لحظة من اللحظات العظيمة اللي عدت على عبد الشافي في مسيرته. وبعدها يرجع شيفو تاني للزمالك بعمر 34، وكان مقدم مستوى ولا أروع. وأفضل نقطة إن الزمالك حصل على 3 دوري آخر 20 سنة، عبد الشافي كان مشارك فيهم كلهم، وكان سبب من أسباب الفوز بالدوريات ال3. حصل أيضا مع الزمالك على 5 كأس مصر، وكأس السوبر المصري، وكأس الكونفدرالية، و2 سوبر أفريقي. شارك عبد الشافي عبر تاريخه في 394 مباراة، سجل فيهم 11 هدف، صنع 35. بعد مشوار طويل مليان كفاح واحترام، أعلن محمد عبد الشافي بعد الفوز بكأس مصر عن اعتزاله في موسم 24، وكمان عرض عليه الزمالك منصب كبير إداري في نادي الزمالك، لأنه رمز من رموز الأخلاق والالتزام. ودي كانت حكاية شيفو، اللاعب اللي كسب احترام الكل سواء في مصر أو في السعودية. فضل طول مسيرته مثال للهدوء والأخلاق والاحتراف. محمد عبد الشافي الخلوق اللي الكورة عمرها ما هتنساه. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة، واستنى الحلقة الجاية من الكورة مع فوقش.